السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباحكم ورد وفل وياسمين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. ورجعت لكم فيديو جديد، فيديو البتيفور الناعم الدايب بكل سهولة بطريقة سهلة وبسيطة. وان شاء الله في الفيديو ده هنعرف كل التركات والحركات اللي تخليكي أستاذة في عمل البتيفور. بجد يا بنات، بتفور سهل وسريع وما بياخدش وقت منك خالص. ان شاء الله المكونات هتكون موجودة عندك في البيت، وهقول لك ايه البديل اللي ممكن تستخدميه في البتيفور علشان يطلع معاكي ناجح ودايب كده ما شاء الله تبارك الله. وان شاء الله اقول لكم التسوية بتاعته هتكون عاملة ازاي. يلا بينا ندخل على الفيديو بقلب جامد ونشوف مقاديرنا ايه. معايا حبايب قلبي كيلو من الدقيق، الدقيق يكون متعدد الاستخدامات يعني. ومعايا هنا نص كيلو من الزبدة وربع كيلو من السمنة، طبعا الزبدة تكون ساقعة. ومعايا هنا 2 كوب ونص من السكر البودرة. عايزة تزودي سكر بودرة بس أنا بحبه يكون كده يعني طعمه بيكون مظبوط. معايا 6 بيضات يا حبايبي برضو تكون بدرجة حرارة الغرفة. ومعايا هنا 2 باكت من الكاكاو الخام. ومعايا هنا 6 ظرف من الفانيليا. ومعايا هنا حبايبي 2 معلقة كبيرة من الكاكاو الخام. تمام كده. المقادير ان شاء الله هسيبها لكم في صندوق الوصف. ده المج يا حبايبي اللي انا بعاير بيه كل حاجة. 6 مجات من الدقيق. ان شاء الله كده حوالي 3 كوبايات من السمنة على زبدة. وبرضو السكر 2 مج ونص. تمام ان شاء الله هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. اول حاجة كده حبايبي صلوا على النبي واذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. زي ما انتوا شايفين كده، اول حاجة هنضربها هي السمنة بالزبدة لحد لما ايه تكون كريمية معاكي كده. وبعد كده هننزل بالسكر البودرة. لازم تدوبي الكلام ده كله مع بعضه لحد لما السكر بتاعك يختفي. ولازم يعني تخلي السكر بتاعك تطحنيه تخليه بودرة خالص، علشان خاطر ما يخرصش معاكي وما يفرش معاكي الايه البيتي فورة بنعملها بتطلع معاكي جميلة زي ما انتوا شفتوا كده. وشكلها ما شاء الله تبارك الله. بصوا يا حبايبي، البيض هنا في ناس بيفصلوا الصفار عن البياض وكل الكلام ده. عايزه اقول لكم انا حطيت 6 بيضات. كان المره اللي فاتت عملت معاكم ب5 بيضات وكان ناجح وجميل برضو. قلت هزود بيضه برضو عشان اعرف اذا كانت حلوه ولا لا. بصراحه طلع يعني اروع من بتاع السنه اللي فاتت كمان. الطريقتين يا حبايبي ناجحين 1000000%. بنزل بيضة بيضة كده يا حبايبي لحد لما البيض كله يختفي. وطبعا بنزل بالفانيليا. وبعد كده بضربهم لحد لما يكونوا يعني القوام بتاعهم ما شاء الله تبارك الله زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده كريمي وناعم. بعد كده يا حبايبي بنزل بالدقيق كده مرة واحدة، يعني مش هننزله تدريجي ولا حاجة، هو مرة واحدة لان انتوا عارفين البسكوتات والبيتيفور والغريبة والحاجات دي ما بتتعجنش. يدوب بس بتلم الدقيق كده مع بعض. وكنت فين؟ كنت بجيب لكم ذرة ملح. يا ذرة الملح ده اختياري بس انا بحب اضيفها يعني للحاجات اللي زي كده. ذرة بسيطة يا حبايبي، حاجة كده بين صوابعك. بعد كده ببدأ ان انا ايه ادوب الدقيق كده مع المكونات يا دوب بس ضربتين كده وهقفل وهعمل بايدي بقى عشان خاطر احس كده بالايه بملمس العجينة اشوفها محتاجة ايه مني ايه. عشان تكونوا عارفين يا حبايبي ان الدقيق بيختلف من نوع للتاني. انا كنت جايبه دقيق سايب ونوعه كان حلو ما شاء الله تبارك الله. عايزه اقول لكم يعني بصوا الحاجه بتطلع معايا ما شاء الله تبارك الله. انت ايدك ميزان، يعني ازاي؟ يعني انت بتلمسي الحاجه بتشوفها عامله ازاي. لازم تختبري العجينه بايدك وتكون نظيفه، مش الايد اللي انت بتعجني بيها. ما شاء الله تبارك الله العجينه ناجحه معايا وزي العسل. انا قسمت الخليط يا حبايبي لنصين. هعمل نص بالكاكاو ونص ايه سادة. لو انتوا حابين سادة براحتك، حابة نص كده ونص كده برضو براحتك. حابة تعمليه كله كاكاو برضو براحتك على حسب ما البيت عندك بيحب. انا هنا هراضي كل الاطراف وهعمل ايه نص كده ونص كده. تمام كده حبايبي. بعد كده قسمت الخليط زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هبدأ اشتغل في البيتيفور على طول. عايزة اقول لكم الصاج اللي تعملوه بسرعة دخلوه ايه الفرن، يعني تكوني مولعة الفرن على درجة حرارة 180. عايزة اقول لكم انا بشغله على يعني الحرارة بتاعته بتكون هادية، هو زي تسوية الغريبة بالظبط. يعني انت تهدي النار
ما تعليش النار عشان ما يتحرقش. عايزه اقول لكم 10 دقايق بالظبط، ما بيطولش عن كده. بصوا القمع ده يا حبايبي، قمع البيتي فور. عايزه اقول لكم الكيس ده انا والله شحتاه من مطبخ نور. مطبخ نور دي قناة برضو على اليوتيوب، هي جارتي هنا ما شاء الله بتعمل وصفات جميلة جدا. ادخلوا عندها يا حبايبي، وان شاء الله اسيب لكم رابط القناة برضو في صندوق الوصف. هي قناة جميلة ومميزة ما شاء الله، بتعمل حلويات جميلة جدا، وعاملة برضو البيتيفور، وعاملة غريبة وحاجات العيد، وان شاء الله تعجبكم بإذن الله. ما تنسوش تدعموها يا حبايبي، واللي يروح لها يقول لها ان هو من عند ام ندى. جزاكم الله كل خير، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم، اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم الاكياس دي بتتقطع عندي بسرعه، لان السنه اللي فاتت بصوا استخدمت كميه اكياس للبيتي فور مش عايزه اقول لكم عامله ازاي. بصوا دي طريقة تانية، لو انت عندك قمع زي ده كده كبير، ممكن ان انت من غير كيس او من غير اي حاجة، برضو حبيت ان انا اسهل عليكم الناس اللي ما عندهاش اكياس، برضو ممكن تعمليه بالطريقة دي كده، وبيطلع جميل برضو تحفة وزي العسل. في الافران يا حبايبي بيعملوه بنفس الطريقة كده، يعني ما بيعملوش باكياس ولا باي حاجة خالص. طبعا تكوني محضرة الصواني زي ما انتوا شايفين كده، والصينية اللي تدخل الفرن يا دوب تطلع 10 دقايق وتدخلها ايه دي مكانها. انا عملت كذا شكل زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. الكيلو الدقيق رمى معايا كمية حلوة جدا، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا انتوا هتشوفوها دلوقتي ما شاء الله تبارك الله، حاجة كده بجد عسل. بعد كده يا حبايبي ممكن تشكلوا البيتيفور، تخلوه نص ابيض ونص ايه بني. بالطريقة دي كده تجيبي حتة من العجينة البني على حتة من العجينة البيضة، وتخلطوهم مع بعض بالشكل ده. بعد كده بحطهم في كيس الحلواني، بس طبعا الكيس ده كان فيه لسه جزء من الابيض، وبعدين قلت اعمله الاول يعني انزله، بعد كده هيديني شكل جميل زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. انتي ابدعي واعملي اللي انت عايزاه، وانت هتلاقي ان شاء الله نتيجة تحفة. يعني انت ما تعقديش نفسك وتقولي اعمل ايه وما اعملش ايه. ايه البديل يا ام ندى؟ بصي يا حبايبي، انت ممكن تضيفي بدال الزبده ممكن تضيفي سمنه. انا كنت عامله لواحده صاحبتي وجارتي برضو، كنت عامله لها بالسمنه السنه اللي فاتت، ما شاء الله طلع تحفه بجد، يعني كيلو الا ربع سمنه برضو بيطلع حلو. بصوا التسويه بتاعته يا حبايبي عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، بجد حاجه كده عسل. بعد كده يا حبايبي ما شاء الله تبارك الله زي ما انتوا شايفين، الكمية حلوة جدا. عايزة اقول لكم مش دي كل الكمية، كان لسه في يعني كمان صاجين في الفرن، قلت اسيبهم براحتهم علشان خاطر ايه اختم لكم الفيديو بسرعة. بصوا الجمال والحلاوة والتسوية عاملة ازاي يا حبايبي، ما شاء الله تبارك الله. وهنا يا حبايبي عملتي كذا شكل زي ما انتوا شايفين، بصوا الجمال والحلاوة والبساطة، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ما تعقديش نفسك يا حبيبتي، لو ما عندكيش زبدة اعملي بسمنة عادي خالص، سهل وسريع. لو انت مش عايزة تزينيه بأي حاجة اعمليه زي ما انا عاملاه كده بالظبط، وسيبيه برضو طعمه حلو، حطيه في علبة كده جميلة زيك، واقفلي عليه هتلاقيه زي العسل وطعمه جميل واحسن من بتاع المحلات 100 مرة. على الاقل يا حبيبتي انت ضامنة نظافة الحاجة اللي انت بتعمليها. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، كل اللي يدوق الحاجه بتاعتي بألف هنا وشفا يشكر فيها. عايزه اقول لكم يعني بساطه وحلاوه وجمال وحاجه كده بجد عسل. ما تنسوش اللايك يا حبايبي واخواتي لأم ندى، علشان خاطر استمر معاكم في تنزيل الفيديوهات. بعد كده ودي الكارثه اللي انا عملتها ومش عايزاكم تغلطوا فيها يا حبايبي، انا بحب الصراحه وبحب ان انا اصارحكم بكل حاجه. انا بصوا بجيب ايه حوالي معلقتين كبار كده من الزبدة، وكنت جايبة ايه 2 باكت من الشوكولاتة اللي هي بتاعة المطبخ. النوع ده للأسف مش حلو خالص، ده كان نوع اسمه كوفرتينا، مش حلو خالص خالص. يعني انا بقول لكم هاتوا دريم. دريم بجد جميلة وحلوة وجربتها قبل كده كتير، بس للأسف لما جيت اشتري لقيت النوع ده وهو شكر لي فيه، بس بصراحة للأسف مش حلو، انصحكم ما تشتروهوش. ارميه؟ لا طبعا مش هرميه. هتعملي ايه يا ام ندى؟ بصوا يا حبايبي، انا المرة دي عاملة البيتي فور ببساطة، يعني بأقل من الوساطة كمان. يعني هعمل فيه ايه؟ بصوا هزين بيه بين البيتيفور وبعضه بس كده، مش هضيف على البيتيفور حاجة من بره ولا اي حاجة، بساطة كده، وانتوا هتشوفوا شكله. لما كنت عاملاه السنة اللي فاتت كان ايه مختلف عن ده شوية. يعني كنت حاطة ايه
اللهم صل على سيدنا محمد. كنت حاطة اللي هو جوز الهند، كنت حاطة فرماسيل. بصوا الحاجات دي عندي في البيت ما بحبهاش، فبدل ما اشتريها وارميها قلت لا حرام، يعني الواحد يعمل الحاجة اللي هتتاكل وخلاص. طبعا انتوا عارفين الحاجة غالية، وربنا يا رب يعين الناس كلها، والله المستعان يعني على الغلا اللي احنا فيه. بس كده يا حبايبي، هعمل كمية البيتفور زي ما انتوا شايفين بنفس الطريقة كده، بحط بين الطبقات وبس كده. انا مش هكلفه اي حاجة، ده المرة دي بيتفور كده سهل وسريع وغير مكلف بالمرة. بس كده، وهتفرحي اطفالك وبناتك واولادك واصحابك وحبايبك بحاجة بسيطة كده. ما شاء الله الكيلو هيرمي معاكي حوالي 3 كيلو بيتيفور، بجد تحفة تحفة يا بنات، جربوه على ضمانتي ان شاء الله هيعجبكم. بصوا الكمية بسم الله ما شاء الله، والتسوية ولا اروع من كده. من حلاوة البيتيفور. بصوا السنة اللي فاتت كان ده شكله كان جميل برضو، وكان تحفة. برضو هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف لو حابين تعملوا الطريقة دي او الطريقة دي. الاتنين يعني احسن من بعض، والاتنين طعمهم حلو بجد، يعني مش علشان انا اللي عاملاه، بس بجد يا حبايبي حلو 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 يعني. بس خلاص يا حبايبي، انا كده خلصت الكمية كلها، وما شاء الله تسويته كانت زي العسل. عمل لي الكمية دي كلها. بصوا بقى انا هعمل ايه. ما كانش عندي علب اللي هي اللي انا احطه فيها، فكان عندي الاطباق دي، فقلت هحط السادة كده في طبق، وهحط الايه اللي انا عاملاه في شوكولاتة بشوكولاتة يعني في طبق تاني. وطبعا بالبلاستيك راب، وهغلفه كويس جدا علشان خاطر ايه ما يطرش معايا جامد يعني. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. بس كده، والفيديو بتاعنا النهاردة كان سهل وبسيط واتمنى فيديو الغريبة يكون عجبكم. واسفة لو بتأخر عليكم في الفيديوهات، بالله عليكم ادعولي دعوة حلوة كده، ربنا يصلح حالي واحوالكم واحوال المسلمين يا رب العالمين. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.